تقديرا للشغل بتاعي. بصوا انا مش هقول لكم ان انا يعني القناه دي فانوس صحي بالنسبه لي ان انا بخلص كل حاجه، لا، تصوير وتعب ومونتاج وكل حاجه بعملها فيها بجد معقده، بس انا ما بستسلمش بسهوله. فيا رب يصلح حالنا جميعا، اللهم امين. دعمكم ليا بس يوصل باللايك والكومنت الحلو، وشكرا جدا لكم طبعا لكل اخواتي اللي بيكتبوا لي كومنت وبيصلوا على النبي وبيدعوا لي، بجد بشكركم جدا، وكل سنه وانتم طيبين. بصوا بقى انا جيت هنا ايه، انا يعني انا كده هفنش، يعني انا كده نزلت لكم روتين للمطبخ حلو جدا، وهفرشه معاكم برضو واوريهولكم، ونزلت لكم برضو ايه كذا روتين عندي برضو في الانتريه وكده. فانا كده خلاص بقى ايه، النهارده كل سنه وانتم طيبين، النهارده الاربع، وبكره ان انا هنزل لكم الروتين ده دلوقتي، يعني النهارده الاربع وبكره الخميس، وان شاء الله قولوا لي كده انا فاهمه صح ولا لا. يوم الجمعه وقفه رمضان صح كده؟ فهبتدي بقى ان انا افنش النهارده وبكره، وانزل لكم كل الروتينات اللي عندي النهارده وبكره. استعدوا بقى عشان ايه، مش هنزل اي روتينات تنظيفات خالص عندي في القناه يعني في اول كام يوم في رمضان كده هناخد بريك، يعني هتبقى حاجات ايه، تصوير اول يوم مثلا سحور وفطار وكده. عايزين نعمل تغييرات بقى عشان احنا كلنا زهقنا من التنظيفات وانا اولكم. فزي ما انتم شايفين انا دخلت كده على الانتريه، طبعا انا متاخره شويه في موضوع الروتينات، مش عارفه ليه. ثانيه واحده ارجع لكم تاني، مع اني والله يوميا بنضف، متاخره ليه وعشان ايه انا بجد مش فاهمه. بس انا يعني نظفت تنظيفات عميقه مبسوطه منها، وغسلت كل المفارش وكل حاجه. انا بصراحه كنت عايزه اغير الستاره اللي بره اللي على الشباك دي، بس انا ساكنه في الخامس وخايفه اقف على الكرسي افكها ولا حاجه يعني اقع. فانا اصلا بدوخ من الاماكن العاليه، كان الله الموفق والمستعان. احاول اخلي ايه جوزي يفكها لي واغسلها برضو كده واحطها، لان بصراحه بتفرق في فتحه الشباك، في فتحه الشباك. تمام. بس كده زي ما انتم شايفين بقى انا كده ايه، جبت الترابيزه دي كان عليها لزق اللي انا شلته من تحتها، اللي هو اللي انا شلته في الاول دون زي بتاع التلاجة كده، بس انا بحطه تحت الازاز بيدي منظر حلو. بس لما شلته لقيت تحتيه رده كتير عشان بناكل عليها، فكانت لازم تدعك الدعكه دي. وطبعا هو خشب والمفروض ما يتعملش بالميه، بس انا دعكه بس كده ايه، لان كان لازق فيها جدا دعكه، ونشفت كويس في ساعتها. وطبعا اي تنظيفات بعملها بالميه بتبقى غصب عني عشان انضف. زي ما انتم شايفين بصوا كانت متبهدله وانا ما خدتش بالي، لان كان بينزل تحت المفرش، وانا لما بلمع الترابيزه من بره بيبان ان هي نظيفه من جوه. فلو شايفين في الطروف كان في رده كتير. فانا بقى مسكتها لمعتها ونشفتها كويس، وشغلت عليها مروحه شويه في الجنب التاني ان هي تنشف بسرعه. لكن باقي الخشب اللي عندي طبعا ما بعملوش بالميه خالص خالص، بلمعه بس كده. وانا جبت ملمع بقى هعيد عليه كله تاني قبل ما نفرش بقى خالص. كل سنه وانتم طيبين. انا جهزت زينه وجهزت كل حاجه، ودي اول حاجه فرشتها. على فكره والله العظيم حاجات بسيطه وسعرها بسيط جدا، بس انا بحب جدا. على فكره انا هغير المنظر خالص، ما عجبنيش وشلت ازاز حطيتهم كلهم، يعني غطيت القرصه كلها. طبعا انا ظابطه المنبه اللي بيرن ده علشان اصحى بدري. ورايا بقى روتين في الحمام، بس مش هصور لان انا عندي روتينات كتير. يعني اللي انا هعمله دلوقتي حق الحمام، عندي روتينات جدا للحمام لو انتوا عايزين تشوفوها عندي في القناه، لكن انا مش هصوره بصراحه عشان انا ما عنديش مساحه على التليفون، فعايزه انزل الحاجات اللي عندي بقى سريعا. وعندي بقى الفرش وكده هصوره معاكم برضو. ابتديت بقى انضف الشباك وكده وانفضه سريع، ولما يعني بنزل اول التراب. طبعا انا كان عندي المساحه اللي هي بتاعه الحيطان وكده، لو شفتوها معايا في الروتينات كل ما اجيب واحده تتكسر. فالمقشه بصراحه بتنجز معايا. المقشه دي مش بتاعه الكنيسه على فكره، المقشه دي خشنه بخليها لو هدعك بيها حاجه، هدعك بيها حيطه حاجه كده. جبت حته فوطه كده وقلت ادعك بقى الحيطان الاول من التراب، وبعد كده اروح ايه دعكها بشويه كروكس الوان وملمعه الحيطان. بصراحه انا الحيطان عندي نظيفه، بس الحركه دي لو في وبره في ترابه في اي حاجه من فتحه الشباك، عشان انا في الخامس بتنضف معايا وبتلمع الحيطان. خلاص بقى انا هبتدي ان انا ازود شويه الخداديات بتاعه الانتريه وكده، وغسلت الفرش بتاعه وظبطت الدنيا خالص. فاضل حاجات بسيطه بقى، وهلم كل حاجه عندي هفرشها والمطبخ وكده. يعني طبعا عملت معاكم تنظيفه عميقه جدا للمطبخ. الصاله دي ليها جزء تاني اللي هو من ناحيه السفره، ونقلت معاكم النيش. عملت معاكم تنظيفات كتير، يا رب تعجبكم.
اللايك يا ولاد الجميل والاشتراك في القناه. وطبعا انا اسفه لو صوتي متغير لان انا لسه صاحيه يعني، يا دوبك كده قلت اسجل لكم علشان عايزه انجز اليوم. النهارده طويل شويه، في حاجات ابتديت اعملها بس ما بصورهاش علشان انا مش عايزه انزل روتينات في رمضان. انا عايزه يكون اول كام يوم كده ترفيه بالنسبه لنا، يعني فطار سحور اجواء كده يعني. مش عايزه انزل بصراحه تنظيفات خالص في رمضان، يعني مش في رمضان، اول يومين كده هناخد بريك يا ولاد. انتوا زهقتوا وانا كمان زهقت بس كده. فابتديت ان انا المع كده مكان الشاشه واظبط الدنيا. طبعا انا نقلت وعملت حاجات تانية، هوريكم كل حاجه بقى مع بعض ان شاء الله. لايكات يا ولاد والاشتراك في القناه وتفعيل زرار الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. لو لسه ما اشتركتيش اشتركي، صدقيني مش هتندمي. قناه اختك هتعجبك جدا، بشجعك في كل حاجه. انا بعمل روتينات والله، مش اللي هو يعني من هدف ان انا اصور فيديو خلاص. انا بتعب جدا جدا في الروتين، يعني مش بصور روتين كده ان انا انزله وخلاص، لا انا فعلا ببقى حابه ان انا اشجعكم. الكام يوم اللي فاتوا دول ساقعه جدا جدا، وانا ذات نفسي ما تشجعتش ان انا اصور، بس عندي روتينات كتير. يعني النهارده برضو الحمد لله اليوم كويس اهو. هقوم بقى قلت اغسل الحمام. الكام يوم اللي فاتوا دول كانوا صعب، عايزه اغسل الحمام بقى. وفي خلط مش خلطه، عارفين اللي هو الاسمنت الابيض لما بنعجنه عندي في القناه ونعمل السيراميك لو في فتحات او حاجه، هقوم برضو اعمله وهظبط الدنيا عندي في القناه. وهوريكم الشكل برضو من قبل ومن بعد برضو. هنا كنت بقول لكم انا غسلتهم، مسكت كل اللعب دي غسلتها، لمعتها، والدباديب والحاجات دي غسلتها. فقلت بقى ايه، هقوم اغسل كده الحمام واظبطه وهوريلكوا شكله من قبل ومن بعد. وهفرش المطبخ واوريلكوا برضو شكل من قبل ومن بعد. وهعمل التريكات دي بقى مش هصور. هنا بقى كنت عامله كذا حاجه، في حاجات كتير جدا ما بصورهاش عشان مساحه التليفون، وفي حاجات بصورها معاكم، فده اللي انا صورته. لكن من ورا الكواليس كنت عامله حاجات كتير. فكنت بقى كنت جعانه بصراحه، وكنت محمد تقريبا او محمد كان في الدرس نزل بقى هنا، كان محمد نزل راح الدرس. فكنت مكسله ايه اعمل اي بطاطس، اعمل مكرونه، اعمل اي حاجه سريعه كده. فقلت ايه اسلق كده بيضتين واعمل ساندوتش واعمل كوبايه شاي. ورحت عامله ساندوتش كده وايه واكلاه وقمت مكمله. ده يومي في الطبيعي يعني. انتوا عارفين البيضتين دول احسن بالنسبه لي من الكشري واي اكل ممكن اجيبه من بره بصراحه. فانا كده قلت بقى ايه، قلت اخلص كده سريع هلمع بقى. طبعا الروتين ده مش طويل علشان انا هكمله لكم الجزء التاني اللي انا عملته كان تاني يوم بقى. كل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير يا رب، اللهم امين. خلاص ايام اهو بقى ويدخل علينا رمضان، شهر كريم مبارك. يعني عايزين كده ربنا يصلح حالنا جميعا كده نستغله. ابتديت كده انفض وانضف، وكانت الدنيا تمام وزي الفل. لمعت بقى المرايه دي. طبعا انا غيرت الشكل خالص، هوريكم بقى ان شاء الله في الروتينات اللي جايه. امبارح قضيت اليوم كله كان عند ماما برضو، بس ما صورتش برضو، ظبطت لها المطبخ وعملت لها في حاجات حلوه. بس هوريكم برضو شكله من قبل ومن بعد. انا ما صورتوش من قبل، هوريكم من بعد بقى وخلاص. بس برضو ظبطت لها الدنيا برضو. لو انتي مامتك او حاجه عايزه تعمل لها حاجه برضو ما تكسليش وروحي برضو ساعديها واعملي لها لو حاجه حلوه كده تبسطيها بيها. كل سنه وكل امهاتنا بالف خير يا رب، اللهم امين. هنا هكون بقى خلصت معاكم الروتين. طبعا هو يعني كنظافه، حيطان، شبابيك، تلميع، تنظيف انتريه، كل حاجه تمام. فكمنظر بيبلوكوا ان الدنيا مش نظيفه قوي، بس هي كداخلي الدنيا زي الفل. خارجي بقى لسه هنفنش، هنفرش فرش الانتريه، هنفرش الستاره، هنفرش السجاد، هنلمع ونفرش مفارش مش عارفه ايه، هنفرش زينه رمضان، هنفرش لسه النور بتاع الزينه بتاع رمضان، لسه حاجات كتير هنفرشها مع بعض. كده اكون خلصت معاكم الروتين بتاع النهارده. يا رب يكون عجبكم ان شاء الله. الروتينات اللي جايه تعجبكم جدا. هنزل لكم، ممكن انزل لكم روتين واتنين في اليوم عشان انجز ان انا ما انزلش روتينات اول رمضان بصراحه. عايزه انجز وقتي يعني. يا رب يكون الروتين عجبكم. ما تنسوش يا ولاد اللايك الجميل، اللايك بتاعكم بيرفعني من الروتين وبيتشاف اكتر، والكومنت الحلو، وتشاهدوا لي الروتين يعني على الاقل علشان يتشاف ويبقى حلو دقيقتين 3. ف عشان اليوتيوب يرشحه وناس كتير تشوفه ويدخل لنا كده اخوات امارات عندنا بجد في القناه. دعمكم ليا بيوصل لي وانا بشوف فشكرا جدا ليكم، وشكرا لكل اخواتي اللي بيدعوا لي. بتمنى لكم نفس الدعاء
يا رب يجعله في ميزان حسناتكم، اللهم امين. بشكركم جدا على كل دعاء وكل كلمه طيبه، وكل سنه وانتم طيبين. هنا كنت غيرت شكل الترابيزه زي ما انتم شايفين كده، حطيت يعني خليتها كلها بشكل ما حبيتهاش تبقى 2 بس، حبيتها يبقى 3 كده. سلام.